السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متبعي قناتكم أخبار العالم وأخبار الوطنية. إذا هنا كتشوفوا إقبال كبير من الناس المواطنين على أضحية العيد بمدينة الدار البيضاء، بحيث افتتاح اكبر ضيعه هنا في المغرب، واللي فيها مجموعه من الخرفان ديال الصباليون اللي دخلوا للمغرب. اذا هذه الاضحيات ديال الصباليون كما كتشوفوا، اذا الريكلام كتباع الاثمنه موحده على كامل الخرفان، يعني لا تتجاوز 38 الف، يعني 1900 درهم. اذا كما كتشوفوا مشاهدي الكرام، كيفاش جاكم هذا الخرفان ديال الاسبانيون ديال اسبانيا. اذا هاد اضاحي اللي واخا في الحجم ديالها بسيط وصغيرة بزاف ومعرضة للموت. إذا هنا مجموعة من الفلاحة ومجموعة من المستوردين لهذه الأضحية كيعانيوا بأنهم راها ما كتأقلمش مع الجو ديال المغرب، والأكل ديال إسبانيا مختلف على المغرب. إذا اللي بغى يشري العيد ديالو ينتظر شوية. إذا هنا كنشوفوا مجموعة ديال الناس كيجيو من جميع المناطق لهاد الضيعه اللي فتحات اليوم في هذا المكان. اذا مشاهدي الكرام، نتوما كيفاش جاتكم الاثمنه في السوق اللي كتعرف ارتفاع كبير، ومجموعه الاسواق كتجاوز حتى ل 5000 درهم. اذا حولي هذا العام الجيد مزيان هو 6000 درهم، اللي كان المواسم السابقه كيساوي فقط 2000 درهم. اذا مشاهدي الكرام، نتوما لكم الراي، وحنا غنعطيكم جديد ان شاء الله فيما بعد عن جميع الأثمنة. لذلك خاصكم تريتوا شوية وتشوفوا الأثمنة على خاطركم، وتاخذوا الغنيمة اللي عندها جودة مزيانة. إذا في هذا الفيديو كتشوفوا هذا الخرفان اللي كتشبه بعض الشيء الخروفات، إذا صغيرة الحجم، وأثمنة ديالها راه مناسبة لكل شيء. كيعيد اللي ما عنده اللي ما عندوش ما بين ألف درهم حتى أربعين ألف ريال، يعني من 1000 درهم حتى 2000 درهم. إذا هذه خرفان استوردات من إسبانيا بعد ما استنزف جميع الخرفان هنا، والأثمنة ديالهم غالية. يعني الكيلو واحد ديال الغنم المغربي هو 100 درهم، بينما هذا لا كيتجاوزش 50 درهم، وما يقارب بين 50 حتى 60 درهم. إذا نتوما مشاهدي الكرام، واش كيبان لكم في هذا الخرفان؟ كاين اللي خدا هذا الحول ولا مازال؟ اذا هنا راه كاين اقبال كبير على هذه الضيعه اللي كتشوفوا فيها الامام ديالكم. اذا هنا مجموعه من الخرفان في هذه الضيعه، ومجموعه الضيعات غتعتمد على هاد الحواله ديال اسبانيا. اذا اسبانيا استوردنا من عدد الخرفان، وكنشوفوا الناس دابا الاقبال ديالهم كبير، والكبير كبار صغار جاو كيتقداو في الحوار، الاسره صغيره ولا كبيره. اذا هادو فقط الاسر الصغيره، اما الاسر الكبيره اللي كتحتاج الى فيها مجموعه الاربعه افراد او اكثر كتحتاج الى حولي كبير ويكون معلف مزيان. اذا العل بغيتي حولي عادي هنا في المغرب، مربي في المغرب، يعني معلف في المغرب، خاصك 5000 درهم، ما بين 3000 درهم حتى 5000 درهم لا بغيت تعيد هذا العام. اذا انا هاد الحواله دخلوا باش كلشي عيد وكلشي تنقص القيمه ديال الحوال الاخرين. اذا نتوما تريتوا وتسناو معانا حتى نعطيو الانطلاقه ان شاء الله، باش تاخذوا الحول ديالكم المناسب وبالثمن المناسب. اذا كما كتشوفوا في الفيديو راه كيبين عدد الحواله وعدد الناس اللي جاو اليوم من جميع المناطق باش يشوفوا في هاد النوعيه اللي دخلت للبلاد. اذا بعض المناطق راه مازال ما دخلش عندهم هاد الحواله، كاين باقي عندهم غير الحواله العاديين ديال البلاد اللي كيعرفوا اثمنه كبار وفلاحه، كيردوا كيرجعوا كيدوا هذيك الاحوال ديالهم والحوال ديالهم السوق وكيردوها. اذا نتوما مشاهدي الكرام، اذا حنا دائما في التغطيه ديالكم جديد بانه افتتاح هاد الضيعه ديال هاد السيد اللي استقطب وشرى مجموعه من الاضاحي باش يقرب الاضحيه لجميع المواطنين. اللي بغى النمره ديالو اللي بغى يتواصل بيه غادي نحطوها ان شاء الله في الفيديو. اذا ما عليكم غير طريتو شويه حد ما بان او نقصاش الاثمنه ديال الحواله الاخرين. اذا هاد الحواله كيبانوا لكم مشاهدي الكرام راهم قلال، يعني قصار، ورغم فيهم شويه الغلظ، ولكن راه الطول ديالهم
قليول وكيعبروا شويه كيشبهوا الخرافات. اذا هنا هادو هما الحواله اللي الثمن ديالهم اللي دارت في الدوله في 1700 حتى 1900 درهم. يعني 1900 درهم، رغم هنا الفلاحه المغاربه كيزيدوا دائما 500 درهم، كيوصلوا حوالي هنا 2500 درهم، يعني 50,000 ريال. اذا هنا مشاهدي الكرام، هادو هما الحواله اللي كتشوفوا اللي استوردتها المغرب. اذا هنا هاد الضيعه اللي عطاتنا البداية ديال انتشار هاد الحوالة. نتوما مشاهدي الكرام، شنو التساؤلات ديالكم؟ شنو اللي شي بعض الناس مشاو للسوق، كي جاتكم الأثمنة، القدرة الشرائية اللي مجموعة من الناس راه ما عندهمش القدرة باش ياخدوا هاد الحوالة، لا هادو الحوالة العادية، إلا اللي استطاع راه كياخد حولي مليح مزيان، خاصك 6000 درهم، يعني 120,000. اما الضروبة كتوصل حتى 10,000 درهم، بشهر من 10,000 درهم. لا بغيتي عجلة ثنية دايزة في العيد. اذا هنا مجموعة المواطنين والمواطنات جاو لهذا السيد وبغاو ياخدوا الأضحية ديالهم. حنا كنقولوا انتظروا شوية حتى تبقى تسوم في السوق ويبان الأثمنة، وديك الساعة اللي عنده القدرة، وعلى كل واحد الحساب جيبو وحساب القدرة ديالو وشنو كيفاش باغي ياخد الحولي، وبنادم يمشي على قدر المستطاع ديالو. هذه هي أضاحي جات من دولة إسبانيا، استوردات تقريبا 9000 راس اللي استوردها المغرب باش تكون الكمية مش كافية مع جميع المواطنين والمواطنات. باقا غتجي كميات أخرى إلا ما كانش هادشي كافي. إذا المغرب، إذا ما تسوش الاشتراك في القناة، هذه قناتكم، وأي جديد غادي نحطوه هنا إن شاء الله. إذا نتوما كمواطنين ومواطنات، كاين داير القدرة عندكم الشرائية؟ هل عندكم القدرة؟ ما عندكمش؟ كيف جاتكم هاد الخرفان جداد؟ كيفاش جاوكم الخرفان ديال المغرب، اثمنه ديالهم؟ شكون اللي عنده القدره باش ياخد حولي ديال 6000 درهم؟ اذا حنا هذه ضيعه كتشوفوا فيها عدد الاغنام، عدد المواشي، واللي بطبيعه الحال ما غاديش يكفي حتى جهة الدار البيضاء اللي فيها عدد كبير من الناس. ولكن في المقابل كاين خرفان غاليين معلفين بأثمنة غاليين، طالعين الفلاح بثمن غالي، يعني فوق 3000 درهم والفوق. إذا ما تنسوش الاشتراك، وأي تساؤل مرحبا بكم على قناتكم أخبار العالم، هذه قناة الجميع، وشكرا.